السلام عليكم. كل بيقعد يكلمنا عن أسباب فشل العلاقات. النهاردة هكلمكم عن أسباب نجاح العلاقات. الجواز عمال يتطور بينا مع الوقت، لكن للأسف بيتطور في النيش في المطبخ، مش بيتطور في العلاقة ذات نفسها بين الطرفين. فكرة العلاقة زي ما هي، محصلهاش أي أبديت، متاخدة من والدي ووالدتك. العلاقات بتقوم على 4 مبادئ أساسية بيكملوا بعض. أول حاجة، الحب 2 مش 1. 2 هنا مش يعني فردين، لا، طاقتين، طاقة استقبال وطاقة إرسال. لو حد ناقصه حاجة منهم بيتدمر من جوه، فبيحصل له انفجار، والانفجار هنا مقصود بيه أو في زماننا الطلاق. تاني حاجة، نغير مفهوم القوة. القوة مع اللي بيدي مش اللي بياخد. فلما تدي حنان وعطاء، طبعا لازم تاخد ده مقابل ليه. اما خدتش مقابل ليه بيحصل لك رابط شرطي ان انت دايما لازم تاخد من الطرف التاني الحاجة دي. فالطرف اللي عمال يدي سهل جدا انه يستغنى عنها، سهل جدا. والطرف التاني بيرجع يندم لانه اتعود ياخد، فادمن العطاء. تالت حاجة، استعمال القوة الخاطئ هيولد الخسارة. مفهوم القوة عندنا بتاع مبدأ جوزك على متعوديه والراجل اذبح لها القطة، بيعمل على استنفاذ المودة، فأكيد آخرته خسارة. رابع حاجة، ربنا خلق البني آدم مننا محتاج يغذي 4 حاجات: قلب، عقل، جسد، روح. قلب يحب ويتحب، عقل يتحاور ويتآنس، جسد يشفع، روح عايزة تحس بالألفة. كل كابلز لازم يعرفوا عن بعض ال4 حاجات دول، لأن أي حاجة منهم ناقصة هيؤدي إلى فتور في العلاقة. وده عشان نطبق في الآخر مفهوم الآية الكريمة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.